إدمان الموبايل بعد سن 60 وده أمر خطير للغاية. للأسف الشديد بنشاهده بشكل يومي ما بين الأشخاص الذين تعدوا سن 60. أصبح استخدام الموبايل إدمان يومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال المنصات الرقمية. وده تقرير نشرته وجهت الأنظار إليه اليوم السابع، وقالت إن كتير ما ينظر إلى التقاعد والخروج على المعاش المبكر على أنه فترة من الحرية، حيث يمكن قضاء الوقت مع ممارسة الهوايات وبناء العلاقات وتطوير الذات. إلا أن عدد متزايد من المتقاعدين يجدون جزءا كبير من هذا الوقت الجديد يستهلك بهدوء في استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يخلق نوع مختلف من التحديات في الحياة بعد التقاعد. وقد سلط تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال الضوء على معاناة المتقاعدين رغم نواياهم الحسنة في إدارة وقت استخدام الشاشات، فبدون هيكلة العمل أو المسؤوليات اليومية ينزلق الكثيرون منهم إلى عادة التصفح المفرط على الموبايل، وغالبا ما يضيعون ساعات دون أن يدركوا ذلك. هذا الأمر خطير للغاية، بتتمثل في تأثيراتها المخاوف المتعلقة بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين الأصغر سنا في الغالب، ولكن المتقاعدون يواجهون مجموعة فريدة من التحديات نتيجة غياب الروتينات المنظمة، يعني وجود عدد أقل من المشتتات التي قد تبعدهم عن أجهزتهم. يعني هم ما عندهمش شغل، فبالتالي بيلجؤون إلى هذه الأجهزة. أيضا المشكلة ليست بالضرورة في الاستخدام المستمر لهذه الموبايلات، ولكن في سهولة تحول الهواتف إلى سلوك افتراضي كلما كان هناك وقت غير منظم. أيضا بالنسبة للمتقاعدين يعد الوقت ده أحد أثمن الموارد، يمكن أن يؤثر في كيفية استغلاله بشكل كبير على كل من الصحة النفسية وجودة الحياة بشكل عام. فعندما يقضي الشخص المتقاعد جزء كبير من اليوم في استخدام الشاشات بشكل سلبي، قد تقل فرصة ممارسة النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين والتطور الشخصي. هذا التحول يؤثر على الصحة البدنية للشخص والرضا النفسي في المدى الطويل، ويكمن التحدي في تحقيق التوازن بين فوائد التكنولوجيا وضرورة استغلال الوقت بوعي. عشان كده احنا بنقول لازم الناس اللي هم متقاعدين او كبار السن لازم يتحدثوا، لازم يتفاعلوا، لازم يمارسوا الرياضة عشان يستمتعوا بحياتهم اكتر، ما يبقاش يعني عباد للموبايل وقاعدين مدمنين موبايل طوال الوقت، حفاظا على صحتهم وحياتهم. شكرا لكم وإلى اللقاء.